اهلا ومرحبا في فيديو جديد. اليوم غادي نكملو على المسار ديالنا ديال الطاقة. وقبل ما نبداو بغيت نعتذر على الغياب الطويل اللي دام اكثر من 12 يوم، لان عندي بعض الاعمال وبعض الدراسة والمشاغل. المهم، اليوم غادي نكملو على المسار ديال الطاقة. اليوم غادي ندويو على موضوع ديال طاقة الحب الالهي، الطاقة العظيمة اللي كتشمل جميع الموجودات اللي كاينين في الكون. بدون هاد طاقة الحب ما يمكنش أنه يكون تواجد أو حياة، لأن الإله قبل أن يخلق هذه الموجودات لازم أنه يكون حب، حب إلهي، حب الإله لهذه الموجودات وللكون الذي خلقه. ما يمكنش أنك تصنع شي حاجة بلا أنك ما تكون حبها. ضروري أنك تحب شي حاجة عاد ديرها. وهذا الشيء كنشوفوه في جميع الأمور اللي كاينين في الحياة اليومية ديالنا، أننا ما يمكنش أننا نديرو شي حاجة إلا بعد أن نحب أننا نديرو شي حاجة. حتى واحد ما يمكنش أنه يتفوق في واحد العمل إلا بعد أن يكون هناك حب لهذا العمل. هذا مظهر من مظاهر تجلي هذا الحب الإلهي. وهذا الحب كاين في جميع الأشياء، ما بين الكائنات وبين الكائنات والجمادات، كل شيء. وبين العناصر الأربعة، بدون تزوج هذه العناصر الأربعة وحبها لبعضها البعض ما يمكنش أنه يتوج لنا العناصر كما كنشوفوا من معادن ونبات وحيوان وإنسان وهواء ونار. داكشي اللي كيتنتج بين التزاوج بين هاد العناصر الأربعة. نذكروا هاد العناصر الأربعة هما النار، الهواء، التراب، الماء. هاد التزاوج بيناتهم كيتولد لنا عناصر أخرى لكي يساعدوا أنه يكون هناك حياة مادية، مادية فيزيائية ملموسة. هذا من ناحية المادة، ولكن هناك عاوتاني حب إلهي آخر وهو روحاني. وهذا الحب الروحاني اللا مشروط كيجعلك أنك تحب كل شيء كالإله. يعني كتحب السماء والأرض والشجر والحجر، كل شيء. كيكون عندك واحد حب لا نهائي بينك وبين هذا الوجود وبالإله. هذا الحب الإلهي اللي كاين في الأول الأزلي كيتجلى في الداخل ديالك، وخصوصا في شاكرة القلب. شاكرة القلب تماك فاش كيكون واحد نبض الحب الإلهي. تماك فاش يمكن أنك تستشعر بهذا الحب وتنغم به، عنده لذة عارمة جدا. والإنسان اللي كيوصل لهذيك المرحلة ديال أنه يذوق من هذا الحب الإلهي ممكن أننا نسميه أنه كيذوق من فواكه الجنة. هذا هو المعنى ديال فواكه الجنة. ما غاديش نغوصو في هذا الموضوع دابا، غادي نخليوه حتى الحلقات الجاية إن شاء الله. غادي نعطيكم واحد الطريقة باش تستشعروا هاد طاقة الحب، وما كاين غير التأمل. التأمل هو الطريق الأوحد، الطريق المستقيم، الصراط المستقيم اللي كيديك لجميع التشاكرات كما قلنا في الحلقات اللي درنا قبل. انك تركز. غادي نعطيكم واحد التقنية كتنص على انك لازم انك تكون في واحد الوضعية مريحة، وتاخذ بعض الانفاس شهيق وزفير. خذ 7 مرات. فاش تنتهي من الشهيق والزفير 7 المرات، كنبغيك انك توجه الانتباه تاعك والوعي تاعك لطاقة القلب، في منتصف الصدر فين كيلتقيو عظام الأضلاع ديال الصدر. تماك في المنتصف تركز وتخيل واحد النور أخضر كتستنشقو أولا، ثم كتحبس النفس واحد 7 ثواني إلى 10 ثواني. كتستشعر بأن هاد الطاقة الخضراء كتدخل وتملأ القلب تاعك. تخيل أن مثلا أنت فتاة جميلة هكذا، تستشعر بهذه طاقة الحب.
تخيل أنت وهاد الفتاة الجميلة كاينين في واحد الغابة خضراء أو حديقة خضراء، يعني كاينين في تناغم وكتعطيها يعني كلام جميل، كلام رومانسي هكذا. وكتشوف أن الطاقة الخضراء كتدور حواليكم. ديرها دقيقة 2 دقائق، المهم انت تبدع في الخيالات تاعك. فاش تنتهي من هذا الاستبصار هذا أو الخيال، م- دير شهيق، دير واحد الشهيق وتخيل أن هاد النور الأخضر امتزج مع اللون الأسود، يعني كلشي اللي كاين في الحقد والكره اللي كاين في طاقة القلب كيخرج. دير هاد التقنية هادي 10 دقائق 20 دقيقة كما حبيتي. هادشي كيحفز انك تستشعر بهاد الطاقة ديال الحب، ومن بعد ما تستشعر بهاد الطاقة ديال الحب غتحاول توجهها على طاقة الإله. يعني تحاول انك تحب النبات والاشجار وكل ال- المحيط تاعك اللي داير ليك. تحاول تستشعر بهاد الطاقة الحب وتنشرها من خلال تقنيات استبصارية. في المستقبل القريب ان شاء الله غادي نغوصو في هاد التقنيات، غادي ندير سلسلة خاصة لهاد التقنيات هادو. فهذا ما كاين في هاد الحلقة هذه. كنتمنى انكم تعجبكم. اذا كان شي سؤال عطيوه لي في التعليق. اذا عجبتكم الحلقة ديروا لايك، ولا ما عجبتكمش ما ديروا والو، ديروا ديزلايك. المهم اننا نستافدوا وتستافدوا جميعا، والى اللقاء.